خد بالك الترمس مش للتسالي بس، انت عارف ان الترمس يعتبر من اقوى البقوليات في قيمته الغذائية؟ مش بس تسالي، ده كنز صحي بجد. تعال اعرفك على شوية فوائد للترمس. اولا بيشبع لفترة طويلة عشان نسبة عالية من البروتين والالياف الغذائية. تاني حاجة بيساعد جدا في تظبيط سكر الدم لمرضى السكري. تالت حاجة بيقلل الكوليسترول الضار ال LDL، وعشان كده بيدعم صحة القلب والدورة الدموية. رابعا مهم للجهاز الهضمي وبيمنع الامساك. خامس حاجة غني بمعادن مهمة زي المغنيسيوم والكالسيوم والزنك. سادسا بيساعد في انقاص الوزن لانه بيقلل الجوع. طيب اخده ازاي او الجرعة الامنة؟ حفنة ايد من 30 ل 50 جرام، وكل واحد على حسب حفنة ايد 3 مرات في الاسبوع، يعني مش كل يوم وبكميات كبيرة. طيب نحضر الترمس ازاي؟ نغسل الترمس كويس جدا وبننقعه في مية لمدة يوم كامل، وبنغير المية كذا مرة خلال اليوم، وبعد كده بيتسلق لمدة من ساعة لربع ساعة ويتغسل تاني، ونسيبه في مية نظيفة لمدة 3 أيام مع برضه تغيير المية مرتين يوميا، ويتقدم نضيف بعد ما نضيف عليه الليمون والكمون أو الشطة. خلي بالك لو مش منقوع ومغسول كويس ممكن يسبب تسمم بسبب الألكالويدز اللي فيه. لو أكلت كتير منه هيعمل انتفاخ ومغص، هو غير مناسب للي عندهم حساسية للبقوليات. الخلاصة الترمس مش سناك وبس، ده بروتين وألياف يعني صحة، بس الجرعة والتحضير الصح.